ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله راجع لكم قصة جديدة ان شاء الله تعجبكم. نبدأ ان شاء الله مع بعض عشان ما اطولش عليكم. في بيوت مهجورة، بس في بيوت اتقفلت، مش علشان محدش سكنها، لا، اتقفلت عشان هي كانت شاهدة على جريمة محدش عارف تفاصيلها. النهارده هحكي لكم عن فيلا على طريق صحراوي اتقال ان محدش دخلها وخرج منها سليم، واللي حصل جواها ما يتصدقش، لا بكاميرات ولا بكلام شهود. الفيلا موجودة على طريق الفيوم الصحراوي، جنبها أراضي فاضية، واتبنت من 10 سنين. كان ساكن فيها رجل أعمال اسمه رمزي الشناوي، ومعاه مراته صفاء وابنه الوحيد آدم 10 سنين. الناس كانت بتقول الراجل ده بيلعب في حاجات غريبة، كل يوم عربيات داخلة طالعة والفيلا منورة طول الليل. لحد ما في يوم الفيلا سكتت والبوابة اتقفلت للأبد. يوم 3 أبريل 2018 صوت صريخ جامد جدا هز المكان. الناس جريوا على الفيلا، بس ملقوش غير البوابة مقفولة ب3 أقفال والعربيات كلها واقفة جوه. بلغوا الشرطة، ولما فتحوا اكتشفوا كارثة حرفية. ال3 مقتولين، بس مفيش أي كسر ولا أي أثر لمقاومة. رمزي متسحب لآخر الفيلا ووشه مشوه تماما كأنه اتحك على الأرض. صفاء مقتولة في الحمام ومكتوب على المراية بالدم: أنا خدت كل حاجة. وآدم ملقوهوش. آدم الطفل اختفى تماما، ملقوش جثة ولا أي أثر ليه في الكاميرات. الغريب إن الشرطة شافت الفيديو الكاميرات الداخلية للفيلا، وكان في مشهد مرعب. آدم واقف في نص أوضة الاستقبال وبيكلم نفسه، وبعدين لف وشه فجأة وقال للكاميرا: ما تقتلش، أنا لسه هنا. وبعدين الصورة قطعت من نفسها. الفيلا اتقفلت واتعلقت عليها يافطة للبيع، بس ما حدش قدر يبيعها، وكل اللي حاولوا يدخلوا يصوروا جرالهم حاجات مرعبة. واحد مصور قال إن أول ما دخل لقى أوضة المكتب فيها شموع منورة لوحدها. واحد تاني قال إنه سمع صوت طفل بيجري ورا منه في الدور التاني، بس لما لف مفيش أي حاجة. وفي حارس أمن قال: أنا سمعت صوت ست بتضحك كل يوم الساعة 3 الفجر والباب بيخبط لوحده. الفيلا بقت مهجورة ومحدش بيقرب منها. لكن في شهر فبراير 2024 واحد من الناس اللي بيصوروا فيديوهات مرعبة قرر يدخلها لايف على يوتيوب، والفيديو اتقطع بعد 4 دقايق بس اللي اتسجل قبل القطع كان في لحظة ظهور آدم واقف ورا الباب بيبص للكاميرا وبيقول: بابا لسه مستنيكوا تحت الفيلا. ومن يومها محدش شاف المصور ده تاني. فيلا الجريمة لسه موجودة، وفي ناس بتحلف انهم بيشوفوا نور بينور فجأة في أوضة فوق. وساعة الحادثة اللي كانت الساعة 3 بالليل بتدق في كل بيت جنبها كل يوم. ولا يوم عديت من طريق الفيوم ولقيت فيلا واقفة لوحدها ومهجورة والباب مفتوح ما تقربش منها، علشان اللي دخل قبل كده لسه بيصرخ جوه. في النهاية لو عجبتكم القصة ما تنسوش الاشتراك ولايك وشير للفيديو. سلام.